تخيل لما ال WWE وفي المركز العاشر بتيجي مباراة ذا اندرتيكر ضد جولدبرج في سوبر شو داون سنة 2019، ودي مواجهة الجماهير كلها كانت بتحلم بيها من ايام الاتيتيود ايرا. فهما كانوا اتنين من اكتر النجوم هيبة ورعب في التاريخ، لكن للأسف الماتش حصل بعد فوات الأوان، فجولدبرج دخل وهو مش في أفضل حالة بدنية، وبعد خبطة قوية في أول الماتش بدأ يفقد تركيزه، والأندرتيكر نفسه كان بطيء بشكل واضح، فشفنا البوتشز الخطيرة جدا زي محاولة الجاك هامر الفاشلة أو التومبستون اللي اتعملت غلط. وبعد كده بدل ما الناس تفتكر الماتش ده كحلم اتحقق، افتكروه كواحد من أصعب الماتشات اللي شافوها. وفي المركز التاسع بتيجي مباراة بروك ليزنر ضد دين امبروز في راس المنيا 32. فالناس كانت مستنية عنف وفوضى، لأن شخصية دين امبروز وقتها كانت مجنونة، والجمهور توقع استخدام أسلحة ولقطات دموية، خصوصا بعد البومات القوية اللي احنا شفناها. لكن اللي حصل ان هو كان ماتش بارد جدا، فبروك ليزنر سيطر سيطرة كاملة أغلب الوقت، والمواجهة خلصت بدون أي لحظات تاريخية بتتذكر، وبروك ليزنر انتصر بسهولة جدا في الآخر. وفي المركز الثامن بتيجي مباراة سيس رولينز ضد بروي وايت في لينا سيل سنة 2019، ودي مواجهة الناس كانت شايفاها بداية عصر الوحش اللي كان اسمه ذا فيند. لكن ال WWE قررت ان هي تنهي الماتش ده بشكل غريب جدا، وهو عن طريق الديسكواليفيكيشن، رغم ان هو كان جوه القفص الحديدي، يعني اي شيء تقريبا مسموح بيه. والجمهور وقتها انفجر بالغضب لدرجة ان هما بدأوا يهتفوا ضد الشركة نفسها، وناس كتير شافت ان اللي حصل ده دمر هيبة شخصية بروي وايت ودفنها للأبد. وفي المركز السابع بتيجي مباراة بروك ليزنر ضد راندي اورتن في سمر سلام سنة 2016، ودي مواجهة ضخمة بين اتنين من اخطر نجوم جيلهم، والمواجهة دي بالذات الناس كلها كانت مستنياها من وقت عودة بروك ليزنر سنة 2012. لكن الماتش كان بطيء جدا، ومعظمه كان سيطرة واكتساح من بروك، والنهاية اللي اتفتحت فيها راس راندي اورتن بشكل حقيقي خلت الناس تتكلم عن الدم اكتر من جودة الماتش نفسه. وفي المركز السادس بتيجي مباراة ايج ستايل ضد شينسكي ناكامورا في راس المنيا 34. فبعد ماتشهم الاسطوري في اليابان، الجماهير كلها كانت متوقعة واحدة من اعظم مباريات العصر الحديث، وانا شخصيا كنت بطالب بان المباراة دي هي اللي تكون الحدث الرئيسي في المنيا، وكانت مباراة مضمونة بانها هتكون 5 نجوم. لكن كلنا اتفاجئنا ان المواجهة طلعت ابطأ من المتوقع، وما فيهاش الكيمياء اللي الناس افتكرتها من ايام ال NJPW، وحتى تحول ناكامورا للهيل، وده كان الحسنة الوحيدة حصل اساسا بعد الماتش، واللي الناس اعتبرته اشهر من المواجهة نفسها. وفي المركز الخامس بتيجي مباراة رومان رينز ضد بروك ليزنر في راس المنيا 34. فالدبليو دبليو اي وقتها كانت عايزة تقدم رومان رينز كوجه الشركة الجديد اللي اخيرا هيهزم الوحش بروك ليزنر، لكن الجمهور كان رافض السيناريو بالكامل، والماتش نفسه اعتمد على تكرار السوبرمان بانشز والسوبليك سيتي والاف 5 بشكل مبالغ فيه، وتقريبا المباراة كلها كانت من طرف واحد بس واللي هو بروك ليزنر. وعلى الرغم من ان البناء وقتها كان في صالح رومان رينز بالكامل، الا ان النتيجة كانت صادمة وبروك هو اللي انتصر، والجمهور بدأ يهتف ضد المواجهة بدل ما يتحمس ليها اساسا. وفي المركز الرابع بتيجي مباراة ستينج ضد تريبل اتش في راس المنيا 31. فمجرد ظهور ستينج في الدبليو دبليو اي كان لحظة تاريخية الناس استنتها حرفيا لعشرات السنين، لان ستينج كان اكبر اسطورة في الدبليو سي دبليو، وعمره ما ظهر في الاتحاد ده وقت عز نجوميته. فالجماهير كانت متخيلة مواجهة مليانة بالاحترام والهيبة، وقصة شخصية قوية بين اتنين كانوا من اهم رموز الحرب بين الشركتين دول. لكن بدل ما الدبليو دبليو اي تركز على ستينج ضد تريبل اتش كمواجهة فردية، حولوا الماتش لحرب الدبليو سي دبليو ضد الدبليو دبليو اي بشكل مبالغ فيه، وفجأة دخلت دي اكس وبعدهم ال ان دبليو او، وبقى الموضوع عبارة عن فوضى نوستالجيا اكتر من كونه دريم ماتش حقيقي. والأسوأ بالنسبة للجماهير ان ستينج اللي كان اخيرا بدأ يصارع في راس المنيا خسر في الاخر، وناس كتير حست ان الدبليو دبليو اي كانت بتحاول ان هي تثبت تفوقها على الدبليو سي دبليو اكتر من اهتمامها بتقديم ماتش تاريخي اساسا. وفي المركز الثالث بتيجي مباراة ذا روك ضد جون سينا في راس المنيا 29، مع ان الجزء الثاني هيكون اعنف واقوى، خصوصا بعد خسارة جون سينا في اول ماتش وتأثيرها عليه طول السنة. لكن المشكلة ان الدبليو دبليو اي قررت ان هي تعيد نفس الفكرة تقريبا،
نفس البروموهات ونفس الاداء ونفس اسلوب الماتش. فناس كتير حست ان السحر اللي كان موجود في اول مواجهة اختفى تماما. حتى الجمهور وقتها كان متوقع فوز سينا بشكل واضح، وده هو اللي قتل عنصر المفاجأة. فالمواجهة رغم انها كانت كويسة جوه الحلبة الى حد ما، لكنها ما قدرتش ابدا توصل لعظمة او لتأثير الجزء الاول. وفي المركز الثاني بتيجي مباراة جولدبرج ضد بروك ليزنر في راس المنيا 20. فعلى الورق دي كانت مواجهة احلام بين اتنين من اكتر الوحوش تدميرا في تاريخ المصارعة. فجولدبرج النجم المرعب اللي كان جاي من الدبليو سي دبليو ضد بروك ليزنر الوحش الصاعد اللي كانت الدبليو دبليو اي بتبني عليه المستقبل كله. لكن قبل الماتش بفترة قصيرة الاخبار انتشرت ان الاتنين دول هيسيبوا الشركة بعد راس المنيا، والجمهور وقتها اتعصب جدا لانه حس ان النجمين دول مش مهتمين اصلا بالمواجهة او بالشركة ذاتها. فاول ما الماتش ما بدأ الاستهجان كان مرعب، والجمهور فضل يهتف ضد الاتنين طول المواجهة بالكامل، لدرجة ان اي حركة كبيرة ما كانتش بتاخد تفاعل. والمشهد الاكثر احراجا ان ستيف اوستن واللي كان الحكم الخاص للماتش اخد تفاعل وحماس اكبر من المصارعين نفسهم، وبالتالي واحدة من اكتر المواجهات المنتظرة في التاريخ كله اتحولت لكارثة جماهيرية بالكامل. وفي المركز الاول بتيجي طبعا وبلا شك مباراة ذا اندرتيكر ضد جون سينا في راس المنيا 34 برضه. فالمواجهة دي انا شخصيا حلمت بيها لسنين طويلة قوي، لاننا بنتكلم عن اتنين كانوا من اعظم واكبر الاسماء في تاريخ الدبليو دبليو اي، اتنين سيطروا على اجيال كاملة، والجمهور كان متوقع حرب اسطورية مليانة دراما ولحظات تاريخية زي ذا روك ضد هالك هوجان او شون مايكلز ضد اندرتيكر. والدبليو دبليو اي بنت للمواجهة دي بالذات بشكل غامض قوي. فجون سينا كان كل اسبوع بيطلع يتحدى الاندرتيكر من غير اي رد منه، وده خلى الحماس يزيد اكتر واكتر. لكن الغريب ان لما الاندرتيكر ظهر اخيرا الصدمة كانت ان الماتش نفسه استمر حوالي 3 دقايق بس، والاغرب انها كانت عبارة عن سيطرة كاملة من الاندرتيكر بدون اي منافسة حقيقية من جون سينا، كأننا بالظبط بنشوف سكواش ماتش مش دريم ماتش. فالجمهور ما كانش مصدق ان المواجهة اللي انتظروها لسنين طويلة انتهت بالشكل المفاجئ ده. وفي ناس كتير حست ان الدبليو دبليو اي ضيعت فرصة تقديم واحدة من اعظم مباريات راس المنيا في التاريخ، ان لم تكن كانت ممكن تكون الاعظم كمان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى انها تكون عجبتكم، وياريت تكتبولي في الكومنتات عن الشخصيات او القصص او الافلام اللي انتوا حابين ان انتوا تسمعوا عنها في الفيديوهات اللي بعد كده. واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من قناة مهووس معلومات، واشوفكم على خير ان شاء الله.